طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انا عندي بس النت فصل في الجهاز، فاضطريت ادخل من التليفون، فارجو عدم الكتابة مطلقا على التكست عشان ضعف الانترنت في الهاتف. يعني ده رقم واحد. تاني شيء ان شاء الله تعالى، اذا تدخل اي واحد في الحوار سواء من السنة يعتبر انسحاب او من الشيعة يعتبر انسحاب. يعني اي واحد يقفز على المايك يتدخل في الحوار بصورة مباشرة او غير مباشرة يعتبر هذا انسحاب من طرف الشيعة اذا كان هذا الشيعي. تمام، وخاصة اذا كان جنبه علامة المديرين. فارجو من المديرين تنسيق الحوار تنسيق جيد جدا. ثالث شيء، مدة الحوار ان شاء الله تبقى ساعة من الان. ما بيني وما بين شهم كل طرف 3 مايكات. موضوعنا هو الامامة. ابتدينا الضحك من جاسم قبل ان يبدأ الحوار. قلت اذا تدخل احد من السنة يعتبر انسحاب لي، واذا تدخل احد من الشيعة يعتبر انسحاب لكم. يعني ابتدت يعني قبل ما نبدأ الحوار بدأ واحد مثل جاسم يتدخل ويستهزئ على التكست. سبحان الله. استاذ شهم موافق على اللي انا قلته ان شاء الله تعالى؟ اكتب لي رقم 1 عشان ابدأ. طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. موضوعنا اليوم اخواننا الكرام بارك الله فيكم هو الامامة التي تقول بها الشيعة الاثنى عشرية ومضمون هذه الإمامة عندهم. طبعا أنا لا أطيل في أول مداخلة، ولكن أوجه سؤال فقط للأستاذ شهم أرجو منه الإجابة عليه، وتكون الإجابة يريد بالأدلة النقلية، أتمنى ذلك. أولا أريد تعريف للإمامة في معتقد الشيعة الاثنى عشرية يوافق المعرف عندهم، يعني تعريف يوافق المعرف عندهم. اتفضل معاك المايك أستاذ شهم، ولك 3 مايكات، واول ما تخلص اكتب رقم 1 بارك الله فيك، ومحدش يكتب عشان انا داخل من تليفونه علشان بس ما يحصلش عندي مشكلة ويفصل النت تاني. اتفضل يا استاذ جاسم يا استاذ شهم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. الإمامة في مفهوم الإمامية الاثني عشرية هي عهد وجعل من الله سبحانه وتعالى، وهذا العهد وهذا الجعل لا يناله سفيه، لا يناله عابد وثن، وظيفة الإمام سلام ربي عليه يعرف الناس الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. إن زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإن نقصوا شيئا أتمه لهم. هذا الكلام في كتاب الكافي في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 103. الحديث عن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عمير عن منصور بن يونس وسعدان بن مسلم عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق سلام ربي عليه. يأتي بوصف الإمامة ويزيد يقول إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمامة. إن زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإن نقصوا شيئا أتمه لهم. هذا الإمام مجعول منصب بعهد من الله سبحانه وتعالى. هذا الإمام معصوم قبل ولادته، معصوم بعد ولادته مباشرة، ومعصوم قبل نيل هذا العهد وبعد نيل هذا العهد الإلهي. هذا مجمل تعريف الإمامة، هذه المرتبة في مفهوم الشيعة الاثني عشرية. تفضل حبيبي لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ شهمي، انا ما سمعتش من حضرتك تعريف للإمامة. انا سمعت من حضرتك كيف ينصب الإمام وما هي صفات الإمام. يعني انا رجاء ان تجاوب عن سؤالي كويس استاذ الفاضل. يعني اسمع السؤال كويس بارك الله فيك وجاوبنا عليه. ما هو تعريف الإمامة كما قالت الشيعة الاثنى عشرية؟ ما قلتلكش ما هي صفات الإمام وكيف ينصب الإمام، تمام، وما هي واجبات الإمام. ده مش سؤالي، أنا سؤالي واضح عشان الناس تفهم اللي لسه أول مرة تسمع الموضوع. ما هو تعريف الإمامة هذه عند الشيعة الاثنى عشرية؟ وقلت لك يا ريت تكون التعريف بمصدر.
حضرتك جريت قلت لي صفات الإمام، قلت لي كيف ينصب الإمام، قلت لي واجبات الإمام. أنا ما سألتكش ما هي واجبات الإمام ولا صفات الإمام ولا كيف ينصب الإمام. أنا سألتك ما تعريف الإمامة التي يقول بها الشيعة الاثنى عشرية بتعريف يوافق المعرف. ده كان سؤالي، واخد بال حضرتك؟ اتفضل معاك المايك مرة أخرى أجيبني عن سؤالي. طيب حبيبي ما كشكل، شلون ما تريد نجي وياك يا أستاذ أشرف. قال العلامة الحلي رحمه الله في تعريف الإمامة: الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص قد عهد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر إليه بعد النبي صلى الله عليه وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الأستاذ شه: الإمامة هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص ما بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ده تعريف جميل جدا أستاذنا شه. نريد عندك هذا التعريف أن تطبقه على الأئمة. ده رقم واحد عندك الاثنى عشر، من منهم حكم الدين والدنيا، حتى نرى هل التعريف يوافق المعرف أم لا. يعني هل الاثنى عشر خليفة أو الاثنى عشر إماما بعد النبي كل منهم حكم رئاسة الدين ورئاسة الدنيا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يوافق التعريف المعرف، أم بطل هذا التعريف لأنه لم يوافق المعرف في خلافة الاثنى عشر ومفهوم الإمامة في معتقد الشيعة؟ ده أولا. ثانيا، هل الإمامة هذه أصل من أصول الدين الإسلامي؟ أصل من أصول الدين الإسلامي؟ يا ريت الأستاذ شه يجاوبنا عن هذا السؤال. هل الإمامة أصل من أصول الدين الإسلامي؟ ده كان رقم 2. اتفضل أستاذ شه، ملك المايك. طيب حبيبي مقبول عذرك. لديك أول سؤال. السؤال الأول يقول: من الأئمة حكم الدين والدنيا؟ ومن قال على أنه في معتقد الشيعة الإمامية الاثني عشرية على أنه الإمام يجب أن يحكم الدنيا ويحكم، يكون حاكم يحكم الدين والدنيا؟ من قال بذلك؟ احنا قلنا على الناس أن يتبعون الإمام في أمور دينهم وأمور دنياهم. هسه إن لم يتبعوا الإمام جهنم بعد من خلقناها يا حبيبي؟ الأمثالكم أنتم الذين لا تتبعون الأئمة سلام ربي عليهم. ولو أن الناس كلهم اتبعوا الإمام في أمور دنياهم ودينهم ما خلقنا جهنم. عذرا، لمن خلقنا جهنم؟ لأمثالكم. ما عندنا شرط. من قال بشرط أنه على الإمام أن يحكم الدين والدنيا؟ من قال بذلك؟ ومن قال على أن الأنبياء يحكموا الدين والدنيا؟ لم يحكموا ولم يستلموا السلطة وكانوا تحت ظلم الظالمين. زين، هل الإمامة أصل من أصول الدين الإسلامي؟ طبعا أكيد أن الإمامة أصل من أصول الدين، وهو أثبت الأصول. وكل الأصول فيها سماح في الصلاة، فيها سماح للمرأة في فترة معينة. الزكاة كذلك، الحج لمن استطاع إليه إلا الإمامة والموالاة ما بها أي عذر ولا فيها أي سماح، فهي مكلفة وواجبة على كل الناس، فهي أصل من أصول الدين. تفضل لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا شهم قال إن الإمامة، من قال إنه لابد أن يحكم الإمام، ولكن في التعريف الذي ذكره رئاسة عامة لأمور الدنيا والدين باطل. يبقى المفروض رئاسة عامة لأمور الدين فقط. يبقى إذن لأن الأئمة في معتقد الشيعة لم يحكموا أمور الدنيا، ولكن كانوا يحكمون أمور الدين، يعني لم يحكموا سياسيا. أما في قولك إن الإمامة أصل من أصول الدين، ظهر الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى صفحة 79 و80 أن الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين الإسلامي. فما رأيك في قول الخوئي عندما قال هذا القول؟ حضرتك قلت نعم الإمامة أصل من أصول الدين، ولكن جاء الخوئي يكون من ضروريات المذهب، ووافقوا في هذا القول السيد كمال الحيدري وكثير من علماء سيرد
سيرد ذكرهم فيما بعد إن شاء الله تعالى، ولكن نرد على نقطة نقطة بإذن الله تعالى. طيب، يقول الأستاذ شهم: ولا بد أن يتبعهم الناس في أمور الدنيا والدين. طب كيف يتبع الناس إمام ليس حاكما سياسيا؟ أنا ممكن أروح للحاكم السياسي في أمر وأروح للحاكم الديني في أمر. يبقى إذن الأستاذ الفاضل أنت فرقت هنا ما بين الحكم السياسي والحكم الديني للإمام. يبقى الإمام عندك تعريف الإمامة باطل لأنه لم ينطبق على المعرف، وإذا طبقناه على المعرف لم نجد إن علي بن أبي طالب فقط هو من مسك حكم الدين والدنيا، ومن بعده الحسن 6 أشهر رضي الله عنهما جميعا. سيدنا الفاضل، أرجو أنك ترد لي على قول الخوئي الذي قال إن الإمامة ليست أصل من أصول الدين، وجاء أيضا في موقع الخوئي عندما سئل هل منكر أصول الدين ما حكمه، فقال من أنكر أصول الدين الميعاد. وقال الخوئي أصل من أصول الدين التوحيد والنبوة والميعاد فهو كافر، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد إلى أن من أصول الدين الإمامة التي تقول بها. فما رأيك فيما قال الخوئي، وما قولك في أن التعريف باطل لأنه لا يجوز أن نقول رئاسة عامة في أمور الدنيا، ولم يحكم أحد من الأئمة إلا علي والحسن فقط في أمور الدنيا؟ فضل لك الميت. لحظة حبيب، موجود يا حبيبي. مو قلت لك خلنا أسجل نقاطك الركيكة يا عزيزي، نقاطك هذه المتهالكة خلنا أسجلها حتى شنو ندمغ بالحق على الباطل. أول نقطة باطلة أنه مو باطلة، لكن مفهومك لقول علمائنا باطل أو تريد أن تدلس. السيد الخوئي رحمة الله عليه ورحمه ماذا قال؟ الولاية من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين الإسلامي. نعم، من ضروريات المذهب الشيعي، وكل شيعي من ينكر الولاية، شيعي ينكر الولاية، يكون هذا شنو؟ ليس شيعيا، يعني خارج عن المذهب. لكن هل هي من ضروريات الدين؟ لو كانت من ضروريات الدين لقلنا بتكفير أهل السنة، ونحن لا نكفر أهل السنة. ليش؟ هم جاهلين بها، جاهلين بهذا الأصل، والجاهل لا يؤخذ به، لا يحكم عليه بالكفر. فهي من ضروريات المذهب، وما ممكن شيعي يكون شيعي إلا أن شنو؟ يعترف بهذه الضرورة اللي هي من؟ الإمامة أو الولاية، وليست من ضرورة. أعتقد الكلام واضح، ليست من ضروريات الدين الإسلامي. يعني المسلمين الذين لا يعتقدون بالإمامة ليسوا كفار. من الغريب أنه دائما أنت تأتي باستدلالات نحن نستدل بها عليكم، وتجي أنت تستدل بها على نفسك. شنو من الركاكة هذه؟ لذلك قلت لك خلنا أسجل، ضحكت وقلت لك خلنا أسجل نقاطك الركيكة هذه. مثل ذيك مرة جبت لنا رواية عن التوحيد نحن نستدل بها عليكم، مضحكين أنتم. النقطة الثانية تقول على أنها رئاسة عامة لأمور الدين والدنيا، وهذه في معتقد الشيعة الاثني عشرية باطلة. لماذا؟ لأن الإمام لم يستلم أمور الدين والدنيا، استلم أمور الدين فقط، والسياسة وأمور الدنيا بقت لغيرهم. فعلا نقاطك ركيكة يا حبيبي، فشوية ارتفعوا مستواكم. مع الأسف أنتم الوهابية كلكم ذو عقلية واحدة، ما نجد منكم شنو فد شيء جيد. الإمامة الإمام سلام ربي عليه هو مستلم لأمور الدين والدنيا في من؟ لأتباعه، أتباع الإمام سلام ربي عليه يرجعون إليه في أمور دينهم ودنياهم. هو منصب لهذا الحكم، أمور الدين والدنيا. هسه بقت الناس ترجع إلى الإمام في أمور دنياهم ودينهم بها ونعمت. ما يرجعون. قلت لك جهنم لمن خلقناها يا حبيبي. وهذا ما ينقض إمامتهم سلام ربي عليهم، وإن كان هذا ينقض إمامتهم لانتقضت نبوة الأنبياء كلهم، وأغلب بل كل الأنبياء قاطبة ما عدا نبي أو اثنان استلموا حكم. كلهم كانوا
غير مستلمين لحكومة الدنيا والسياسة وحسب ما تقول هذا. زين، حينما النبي لا يستلم حكم ويستلم سياسة تكون نبوته ورسالته باطلة؟ لا تبطل رسالته. هسه على الناس ان رجعوا إليه إلى الجنة، إن لم يرجعوا إليه إلى جهنم. طيب، يعني نقاطك اللي سجلتها هذه، الرئاسة عامل أمور الدين والدنيا وفي معتقدك أنه باطل، وقلت لك أنه الأئمة سلام ربي عليهم، الأنبياء سلام ربي عليهم كانوا أنبياء ولم يستلموا رئاسة لأمور الدين والدنيا، لكن أتباعهم كانوا يرجعون إليهم في أمور دينهم ودنياهم، وغيرهم لا يرجعون إليهم في أمور الدين والدنيا، وهذا لا يبطل نبوتهم. وكذلك الأئمة لا تبطل إمامتهم بأن الناس، بعض من الناس لم يرجعوا إليهم. زين، أن قول الخوي ردينا عليك به، ردينا، وهذا القول نستدل به نحن عليكم في إثبات على أن أهل السنة ليسوا بكفار أن أنكروا الإمامة. يجب أن الناس يتبعونهم في أمور الدين والدنيا، نعم، أتباعهم يرجعون إليهم في أمور الدين والدنيا، ومن خالف الذي لا يرجع إلى الإمام في أمور الدنيا هذا ما يبطل إمامة الإمام. قول الخوي أنت قلت أنه من أنكر أصول الدين والنبوة والميعاد والتوحيد فهو كافر. من أنكر، طبعا هذا باتفاق المسلمين، من أنكر أصول الدين، يا هي أصول الدين التوحيد الإلوهية، هذا كافر الذي ينكر الله. النبوة، نبوة محمد، هذا كافر في معتقدك ومعتقدي. الميعاد هذا كذلك، واليوم الآخر هذا كافر في معتقدك ومعتقدي. لكن من أنكر الإمامة يا حبيبي، هذا من أنكر الإمامة يوجب عليه الخروج من المذهب الشيعي، لا يوجب عليه الخروج من الدين الإسلامي وتكفيره. هذا القصد. فهي ليست من ضروريات الدين كما قلنا لك، هي من ضروريات المذهب، وإن كانت من ضروريات الدين لكفرنا كل المسلمين. وإحنا ما نصير مثلكم تكفيريين تكفرون، لا، من شهد الشهادتين له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وهي قاعدة تامة، قاعدة عليا تامة كبرى، وكل القواعد الباقية تندرج تحتها. أرجو أنك فهمت كلام الشيعة وكلام علماء الشيعة. تفضل لك المايك حبيبي، ويا ريت تكون أسئلتك شوية أسئلة علمية راقية. أنا توقعت أنه مو بهذه الركاكة، وأنه بتأتي بأقاويل نحن نستدل بها عليكم، وتأتي بأشياء تستدل بها على نفسك. شوي ارتفع مستواك حبيبي أيها الباحث في الشأن الشيعي والإيراني. تفضل يا باحثنا العزيز أستاذ أشرف المصري، لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، وما كان توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى. وافق الأستاذ شهم وقال إن الإمامة ليست من ضروريات الدين الإسلامي، بل من ضروريات مذهب الشيعة فقط، أي إن من آمن بها هو شيعي، ومن لم يؤمن بها هو مسلم. فالحمد لله إن الله لم يحتج علينا بهذه الإمامة في كتابه الكريم القرآن العظيم، وإنها ضرورة من ضروريات الإسلام، وأن الذي ينكرها أو لا يعلمها فهو إنسان مسلم. قد جاء في القطب الرواندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله: نادى في الناس من يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة، في مستدرك الوسائل النور الطبرسي الجزء الخامس صفحة 366. الخوئي عندما سأله أحد الأشخاص سؤال: هل منكري أصول الدين كفار؟ قال: بالطبع، من أنكر النبوة والميعاد النبوة والميعاد. ثانية واحدة طلع قوله عشان برضه نبقى نتكلم بالمصدر صحيح: التوحيد والنبوة والميعاد، فهو كافر، ولم يقول إن الإمامة أصل من أصول الدين الإسلامي. فالحمد لله. فمن آمن بها هي من اعتقادات الشيعة فقط، مثل من آمن ببوذا فأصبح على معتقد بوذا، من آمن بصلب المسيح أصبح في معتقد النصارى، من آمن بنظرية التطور أصبح ملحدا. ولكن الدين الإسلامي لم يحثنا على الإمامة قط أو الإيمان بها قط. فهذا من فضل الله علينا أن الله سبحانه وتعالى جاء بكل أصول الدين واضحة موضحة في القرآن الكريم.
ونأتي للأستاذ شهم في سؤال آخر، لأنه أثبت بفضل الله سبحانه وتعالى أنها ليست من ضرورات الدين الإسلامي التي يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها. هل توجد آية في القرآن الكريم؟ أستاذ شهم ركز بس في السؤال. هل توجد آية في القرآن الكريم لمنكر الإمامة؟ حكم في كتاب الله لمنكر الإمامة، يعني هل جاء بتوعد من الله سبحانه وتعالى إن من أنكر الإمامة وإمامة الأئمة له عقاب؟ فضل أستاذ شهم أرجو الإجابة. يبقى إذن السؤال: ما هي الآيات القرآنية أو الآية القرآنية في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تقول إن منكر الإمامة كافر أو مخلد في النار أو ليس من المسلمين؟ فضل معك المية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الأخ: أنا مسلم، أنا منكر للإمامة، إذن أنا مسلم. طبعا، ومن قال على أنك لست مسلم وأن الله لا يعاقبني؟ من قال بذلك يا حبيبي؟ إن الله لا يعاقبك. وهو يريد حكم من القرآن على منكر الإمامة. زين، لدينا حكم من القرآن على منكر الإمامة، وحكم من رسول الله صلى الله عليه وآله بحديث صحيح عندكم على منكر الإمامة. الحديث، الآية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النساء آية 59: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث يقول: كتاب الله وعترتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. عدم الأخذ، عدم الاعتراف، التسليم للعترة، تكون أنت فيما في مرحلة ضلالة، ومرحلة الضلالة هذه ممكن تورد بك إلى جهنم. والضلالة معروف أنه عكس ماذا؟ عكس الهداية. الضلالة عكس الهداية. فهذا حكم من رسول الله: كل من لم يتمسك بعترة رسول الله صلى الله عليه وآله يكون ماذا؟ يكون في ضلال، إذ هم أولياء الأمر. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. عدم إطاعتك لولي الأمر هذا المنصب من قبل الله سبحانه وتعالى، نصبه الرسول صلى الله عليه وآله، تدخل في حكم الآية. أنك حكم أي آية؟ سورة النساء آية 59: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تكون لست مطيعا للرسول الله، وبالتالي لست مطيعا لله سبحانه وتعالى. يعني شنو؟ يعني عاصي. والعاصي أين مثواه يا حبيبي؟ جهنم. العاصي مثواه جهنم. فهذا حكم من القرآن عليك يا مخالف، يا من لا تعتقد بالإمامة، منكر للإمامة، جاحد، بل مو منكر، أنت جاحد، استيقنتها قلوبهم وجحدوا بها. وهذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وآله بالضلالة وعدم الهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الأستاذ شهم في المايكات السابقة إن الإمامة ليست من ضروريات الدين الإسلامي ولكن من أصول مذهب الشيعة، ومن لم يؤمن بها فهو ليس بالشيعي وهو مسلم. فطلبت بحكم من القرآن الكريم، ذهب إلى الآية القرآنية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طب كمل الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. عندناش مشكلة أستاذ الفاضل. الآية، هل من يقرأ هذه الآية يعلم إنها في الإمامة التي يؤمن بها الشيعة الاثنى عشرية؟ لا. عندي آية تقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، إلى آخر الآية. يبقى إذن أستاذ الفاضل، أنا سألتك ما الأحكام الشرعية المتوقفة على منكر الإمامة من كتاب الله؟ لم تجيب. ذهبت إلى حديث النبي وتقول: ما إن تمسكتم بهما، وأتحداك أن تأتيني بلفظ صحيح في كتب أهل السنة كلمة بهما دي، ما إن تمسكتم به وليس بهما. تمام؟
ونحن أستاذنا الفاضل في مفهوم أهل السنة والجماعة نتمسك بالقرآن الكريم، ونقول في عترة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله الصالحين، نأخذ منهم الدين والعلم والفقه ولا نتركهم. ولكن موضوعنا الآن في الإمامة، هذه الإمامة المزعومة عند الشيعة الاثنى عشرية بأنها رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين لشخص ما خلاف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جئت لك بقول الخوء فوافقت وقلت إنها ليست من ضروريات الدين الإسلامي. إذن لماذا إذا كانت ليست من ضروريات الدين الإسلامي؟ قول الخوء أنت قلت أنه من أنكر أصول الدين والنبوة والميعاد والتوحيد فهو كافر. من أنكر طبعا هذا باتفاق المسلمين، من أنكر أصول الدين يا هي أصول الدين التوحيد الإلوهية هذا كافر الذي ينكر الله، النبوة نبوة محمد هذا كافر في معتقدك ومعتقدي، الميعاد هذا كذلك، واليوم الآخر هذا كافر في معتقدك ومعتقدي. لكن من أنكر الإمامة يا حبيبي هذا من أنكر الإمامة يوجب عليه الخروج من المذهب الشيعي، لا يوجب عليه الخروج من الدين الإسلامي وتكفيره. هذا القصد. فهي ليست من ضروريات الدين كما قلنا لك، هي من ضروريات المذهب، وإن كانت من ضروريات الدين لكفرنا كل المسلمين. لم يتطرق الإمام قط أن الإمام أصل من أصول الإسلام أو فروعه، ولذلك السؤال مرة أخرى: ما هي الأحكام الشرعية المتوقفة عند الشيعة الاثنى عشرية في منكر الإمامة؟ وما رأيك في قول الإمام جعفر رضي الله عنه وأرضاه؟ لك المايك. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا أستاذ أشرف ما حبيت أسألك كم سؤال في خصوص الإمامة وإلزامات الإمامة، خليتك على هواك. عموما الإلزامات بعدين ألزمك بها بآيات. قلت إنه شنو؟ نأتي إلى نقاطك وبعدين ألزمك بالإلزامات. من تقوم تكذب وتفتري راح ألزمك بالإلزامات. أول كذبة من كذباتك تقول إنه في قصة كتاب الله وعترتي يقول أستاذ أشرف إننا نتمسك بالقرآن ونأخذ من العترة الدين والعلم والفقه. نص كلامك هكذا. ليش تكذب يا حبيبي؟ هل تأخذ من الإمام علي سلام ربي عليه كل ما أتى به الإمام علي تأخذ منه؟ لو تأخذ منه اللي يعجبك. طيب الإمام علي قد نصب وولى ابنه من؟ الحسن من العترة، علي من العترة، لماذا لا تأخذ بقوله؟ الحسن نصب الحسين إماما بعده، لماذا لا تأخذ بهذا؟ يا كاذب، تقول إنه نأخذ من العترة الدين والعلم والفقه. طيب هذه من تعالم الدين والفقه. الحسين سلام ربي عليه من العترة، من أصحاب الكساء، من الذين طهرهم الله، قد نصب السجاد إماما بعده، لماذا لا تأخذ؟ لو تأخذ اللي يعجبك والما يعجبك تتركه. لا تكذب حبيبي. ما دام قمت تكتب سوف نلزمك بإلزامات بعد ما نجيب على أسئلتك. التدليس الثاني حديث الكافي أنه لم يتطرق في حديث عن الإمام سلام ربي عليه أنه لم يتطرق على أن الإمام أصل من أصول الدين، وهذا الكلام فعلا مستواك ركيك والله يا أستاذ أشرف. شوف، من أشد إلزامات أصول الدين وأركان الدين هي الإمامة بحديث صحيح عن الأئمة سلام ربي عليهم. راح أورد لك حديثين صحيحين عندنا في المصدر كتاب الخصال، الشيخ الصدوق المتوفي سنة 381 هجري، الجزء الأول صفحة 205، مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان. حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم ابن الحسن ابن علي ابن يقطين عن ابن أبي نجران وجعفر بن سليمان عن العلاء بن رزين عن أبي حمزة الثمالي قال أبو جعفر عليه السلام، قال أبو جعفر عليه السلام: بني الإسلام على 5: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت
وصوم شهر رمضان والولاية لنا أهل البيت، فجعل في 4 منها رخصة، ولم يجعل في الولاية رخصة. من لم يكن له مال لم يكن عليه زكاة، من لم يكن عنده مال فليست عليه حجة، من كان مريضا صلى قاعدا وأفطر شهر رمضان، والولاية صحيحا كان أو مريضا أو ذا مال أو لا مال له، فهي لازمة واجبة. هذا مصدر كتاب الخصال للشيخ الصدوق. الحديث الثاني عن صفوان عن عمر بن حريث قال الإمام الصادق عليه السلام: ألا أقص عليك ديني؟ قال: بلى. فقلت: أدين الله بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، والولاية. وذكر الأئمة عليهم السلام، فقال الإمام عليه السلام: يا عمرو، هذا دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية. في كتاب الوسائل الجزء الأول صفحة 9 الحديث رقم 4. ما دام كذا بت يا حبيبي، بدأت تدلس على السيد الخوئي مرة، على إمامنا مرة، على عقيدتك مرة، تقول نعم نحن نأخذ راح ألزمك بإلزامات. نحن نأخذ من الأئمة والعترة. لا تأخذون من الأئمة والعترة، تأخذون بهواكم. هناك إلزامات في الإمامة عليك. قال تعالى في الرعد آية رقم 7: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. من الهادي لك الآن؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم. من إمامك الذي سوف تدعى به؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا ولي الأمر، هذا الذي تطيعه المنصب لك من الله سبحانه وتعالى. من فضل طين ولي أمر الآن تطيعه بأمر الله سبحانه وتعالى، وطاعته تكون طاعة الله، وعصيانه يكون عصيان الله، إذ طاعته وعصيانه منوطة بما؟ بطاعة وعصيان الرسول، وطاعة وعصيان الله. أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. من طين الآن ولي أمر عليك أن تطيعه في كل شيء، طاعته طاعة الله، وعصيانه عصيان الله سبحانه وتعالى. وهذا الولي الأمر يجب أن يكون منصب من الله سبحانه وتعالى، لأن طاعته مقرونة بطاعة الله ورسوله. من؟ الملك عبد الله؟ لو مرسي؟ قل لي. لو هذا الأخير بسيوني ما أدري شو اسمه. تفضل حبيبي سمينا، أجبنا عن هذه الإلزامات. بعد عندي إلزامات طويلة عريضة، وأنا ما ردت أن ألزمك بهذه الإلزامات والآيات، لكن ما دام كذبت ودلست نلزمك نحن. تفضل لك المايك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والله إنكم حاسدين للإمام علي كما حسد إبليس آدم سلام ربي عليه. فعلي سلام ربي عليه قال: نحن المحسودين الذين قال الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. تفضل أجب عن هذه الإلزامات حبيبي، الآيات اللي ذكرتها لك المايك أستاذ أشرف. أما بقولك إننا لا نتبع العترة ولا نتبع أقوال العترة، فإن شاء الله زي ما كنت طرحت عليك موضوع سابق، مكانة علي بين السنة والشيعة، وضح لك مكانة علي وروايات علي وأقوال علي التي أخذ بها أهل السنة، وأقوال الحسن وأقوال الحسين وأقوال أهل البيت، لكن ده بحث ثاني غير بحث الإمام، فأبشر بهذا الشأن. تقول لي: من إمامك؟ أنا أقول لك: إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أنا عايز تفسير الآية دي من علمائك، من هو الهاد؟ وأنا عايز أفهم. تقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، من هو إمامك؟ إمام الرسول. طب إيه الدليل يا عم أشرف إن إمامك الرسول؟ في بحار الأنوار للمجلس الجزء 8 صفحة 13 باب 18 يقول: يوم ندعو كل إناس بإمامهم فرسول الله إمامكم. فرسول الله إمامكم، ونحن إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكل فخر واعتزاز، لأننا لا نؤمن بالإمامة التي يؤمن بها الشيعة الاثنى عشرية وبمضمونها، وإنها في أشخاص محدودين. ولكن سؤال حضرتك الذي أنت لم تجيب عليه:
ويا ريت بس ما تسرحش في المايكات. انت وصلت ل8 مايكات، عشان دي هتبقى اخر مداخله، عشان كده احنا دخلنا في الساعه بالظبط اللي محدده للمناظره، لان عندي درس تاني. تمام. سؤال: ما هي الاحكام الشرعيه المتوقفه على منكر الامامه من كتاب الله؟ سجل. ثاني سؤال: تقول ان علي نصب بالحق، تقول ان علي نصب الحسن والحسن نصب الحسين، ولكن وجدنا ان الحسن نصب معاويه. تمام. وبايع معاويه هو الحسين. ونجد ان ائمتك كما سبق الذكر في روايه سابقه انت تعلمها بايعوا كل خلفاء الدوله الامويه والعباسيه، كما جاء في الاحتجاج للطبراسي الجزء الثاني صفحه 10 في قول الامام: ما منا من احد الا وله بيعه في عنقه لطاغيه الزمان الا القائم عدعد، بنفس اللفظ كده. لما حضرتك بتتكلم وتقول انا عندي الزامات كتيره، استاذ الفاضل الالزامات عليك وليست علينا نحن، فانت من تؤمن بالامامه واعترفت انها من ضروريات المذهب الشيعي وليس من ضروريات الاسلام، ولذلك قلت ان من لم يؤمن بها فهو ليس بشيعي ولكنه مسلم. فهل نصدقك ونصدق الخوئي معك ام نصدق الامام الذي قال من اصول الدين؟ قل لي يا الخوئي صادق يا الامام صادق، نتبع من في الاثنين. الذي قال من ضرورات الدين ليست من ضرورات الدين الاسلامي بل من ضرورات المذهب الشيعي، ولا الامام الذي قال من اصول الدين الاسلامي؟ نصدق واحد في الاثنين. اسمع الروايه العجيبه دهيت عندك بتقول ان الامام علي نصب ابنه في هذا الامر. تمام. نرى يا اخواننا الاحبه بارك الله فيكم ان الامام علي قال: اطيع كل بر وفاجر. هذا قول الامام علي في نهج البلاغه. تمام. اطيع كل بر، اطيع كل بر وفاجر. واسف ان انا هطول في المايكات معاك بس عشان هتبقى دي اخر مداخله وانت هتتكلم براحتك ان شاء الله. اطيع كل بر وفاجر، جاء هذا في مفاهيم القرآن الجزء الاول صفحه 446 وفي نهج البلاغه، وجاء في شرح الكافي للمزندراني الجزء 9 صفحه 303، بحار الانوار 33 359 قول المجلسي قول الامام علي: أطيع كل بر وفاجر. فإذا الإمام علي لم يقول للناس أنا الإمام المنصب من عند الله وأنا واجب الاتباع فاتبعوني، ولكن هو قال أطيع كله، لابد للناس من أمير بر أو فاجر. تمام. وجاء هذا في عوائل لآلي الجزء 4 صفحة 127 مطبعة سيد الشهداء بقم برقم سنة 1405. قال الشيخ محمد بكر المحمودي أيضا بقول الإمام علي في نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة الجزء الثاني صفحة 343 دارت مطبوعات بالندى سنة 1367. ميزان الحكمة الجزء الأول صفحة 198 جاء برضه هذا الحديث عن محمد الراشهري أن عليا قال: أطيعوا لابد للناس من إمام بر وفاجر. إذا أستاذ الفاضل أثبتنا 3 نقاط اليوم في محاورتي معك في الإمامة: أن الإمامة ليست من ضروريات الدين الإسلامي، إنه لا يوجد حكم شرعي في كتاب الله متوقف على منكر الإمامة، أن الإمامة من أصول مذهب الشيعة فقط، وأن الإمام علي قال هناك طاعة لكل بر أو فاجر، أو لابد للناس لأمير بر أو فاجر، ولم يقل معصوم منصب من الله بجعل إلهي به الصفات التي تقول بها الشيعة، لأنها فعلا من أصول مذهب الشيعة وليست من أصول الإسلام. شكرا أستاذ شاه، شاكر لك جدا، شاكر للمستمعين في الغرفة. إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى في مناظرة أخرى إذا أردت ذلك، وأتمنى ذلك إن شاء الله تعالى. لك المايك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمعك. يعني تفسير هذه الآية على أنهم الأئمة هم الهادين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر، يهدون إلى ماذا؟ يهدون للقرآن الذي هو فيهم. طيب سألنا من الذي يهدي إلى القرآن الذي بيننا الذي عندنا الآن؟ من هو هذا الهادي؟ لم يجب على هذا الإلزام. طبعا أنا ما حبيت أن ألزم بهذه الإلزامات إلا أنه شفته يكذب ويدلس فأتيناه بالإلزامات. هذا أول إلزام. الإلزام الثاني قلنا له أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يجب هناك بنص هذه الآية أولياء أمور طاعتهم مقرونة بطاعة الله ومعصيتهم مقرونة بمعصية الله. تفضل أعطينا ولي الأمر الآن الذي طاعته مقرونة بطاعة الله بنص هذه الآية، ومعصيته مقرونة بمعصية الله بنص هذه الآية. من أي حاكم؟ عبد الله لو يا هو. تفضل أعطينا من هذا ولي الأمر.
هذا الإلزام الثاني. قام ماذا؟ يأتي ويقول على أنه القائم عجعج. شوف، إذا تتجرأ على الأئمة سلام ربي عليهم الأترة الذي قرنهم الله بالقرآن كتاب الله وعترتي فجعلهم عدل القرآن، والله لأكسر أعظامك عظم. إما تحترم نفسك وتتأدب بالحوار هنا وتحترم عدل القرآن، أو نتعامل معك نتصرف معك بغير تصرف. زين. وبعدها يا كاد تأتي وتقول على أن الإمام علي قال أطيعوا كل بر وفاجر، وهذا مو بالضرورة على أن نطيع الأئمة فقط. تريد تقول انطيني إلزام وحكم من القرآن على أنه ماذا؟ أنا إن أنكرت الولاية عندي حكم، اعطيني حكم اعطيناك الحكم، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فأنت عاص لأولياء الأمر المنصبين من قبل الله سبحانه وتعالى، والعاصي لا يدخل الجنة. وآتيناك بحديث بحكم من رسول الله صلى الله عليه وآله إذ جعلهم عد القرآن كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا ما تمسكتم بهم لن تضلوا من بعدي. فأنت في مرحلة ضلال. أنا ما عندي آخر مداخلة، انتهت. أنا من أول مداخلة أطالب بتنزيل الحديث الذي يقول ماذا؟ الذي يقول أطيعوا كل بر وفاجر في لهج البلاغة عن الإمام علي. وبعد شيء أريد من عنده، ألزمت بإلزامين. الإلزام الأول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. من الهادي الآن الذي يهدي إلى القرآن؟ نعطينا شخص، أو تكون هذه الآية ما تعجبك. بعد ايش عندنا؟ أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. من ولي الأمر الذي نطيعه الآن وطاعته بنص هذه الآية مقرونة بطاعة الله ومعصيته مقرونة بمعصية الله. تفضل نعطينا هذين الإلزامين، ونعطينا الحديث يا كاذب اللي نزلته الذي يقول أطيعوا كل بر وفاجر. طيب شيل إصبعك الآن واطلع اقرأ لنا هذا الحديث وما علاقة هذا الحديث بالإمامة. تفضل يلا، تفضل حتى نبين جهلك بلسانك أنت. بعد أن تقرأ الحديث انطينا الإلزامات التي ألزمناك بها. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. استمع مايكاتي أولا، وأطيع الله وأطيع الرسول. استمع مايكاتي وأجب عليه بعد أن تقرأ هذا الكلام. تفضل يلا. لحظة أخوان، خليه يطلع، خليه يوصف لنا هذا الكلام الذي أتى به السلام ربي عليه الإمام علي، يصف حال الناس. هذا الكلام قد أتى به الإمام علي ليصف حال إما الناس يكون من ضروريات، إما يكون لهم أمير بر أو فاجر يتمتع فيها الكافر، هذا يتمتع. وصف حال الناس، وصف حال هذا. طيب الأمير هو الإمام؟ ما أعرف يعني. التدليس شنو هذا التدليس اللي عندك؟ تفضل يا حبيبي، تفضل اطلع عنا واشرح الكلام الذي أوردته. إخوان لا تخلوا يهرب أرجوكم. شوف هرب. نقول له اطلع اشرح الكلام الذي أوردته يا مدلس. يهرب. زين. أخوان جاء تجيني رسالة بالخاص، ارفعوا الإسكاتات عن الأخوان. جزاكم الله خير. ليش ما طلع؟ هو طلع ويشرح الكلام الذي أورده هذا المدلس. طالبناه بإلزامات، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لم يأتي بهذه الإلزامات وأتى بالهروب وبالتدليس وبالكذب. إنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر. نعم، هذا وصف حال يتمتع فيها. طبعا هذا الكافر يتمتع بما وصف حال. هذا ما دخلها بالإمامة حبيبي، هاي الأمر ما دخلها بالإمامة. أحسنت يا لتعالى، أحسنت. الإمام سلام ربي عليه يصف حال
يصف حال القوم على أنه هكذا حالهم، يأتي ليدلس. هذا مثل هكذا صورة. وأنه قد وصف حال الخوارج أنه يقولون أنه لابد للناس أنه من إمام، من أمير بر أو فاجر. تفضل حبيبي علي ثراء، جزاك الله خير. تفضل بين كذب وتدليس هذا المدلس الهارب. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عليك عشاء يا شهم، عليك عشاء طاف من العشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء ما أدري أنا سلمت ولا ما سلمت، لأن الزكام لابعني شوي. زين، هذه الخطبة الذي دلس بها الرجل أو أراد أن يقوي ما يتقول به، لكن ليس هنا في هذه الغرفة. هذا الرجل أراد أن يلبس في المسألة لكي يوهم المستمع. طيب، هذه الخطبة لمن؟ للخوارج. أمير المؤمنين ومن كلامه عليه السلام في الخوارج لما سمع قولهم لا حكم إلا لله، ماذا يقول صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال عليه السلام: كما كلمات حق يراد بها باطل. نعم، أن لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون، من هؤلاء؟ الخوارج، يقولون لا امرأة إلا لله، وإن لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في أمرة المؤمنين ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع بها الفي، ويقتل بها العدو، وتؤمر به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بره ويستريح من فاجره. فيا أخ بارك الله فيك، عندما ترد هكذا أقوال لابد عليك أن تقرأ كاملا، فبلاش يعني التدليس والكذب لكي توهم المستمع أو لكي تنصر مذهبك في الكذب. يعني هذا الشيء صراحة يعني ما بيتلفظ بألفاظ أخرى، لكن كباحث مثلك غير معقول أن يتقول أو يتكلم بهكذا أمور. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. تفضلوا موالي بكم الماء في الصلاة على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. تفضلوا مولاي. الإدارة عند منو يقدم بعد كيفكم. تفضلوا مولاي.